بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة عنوانها الرحمة حلوة. هناك مثل مصري جميل يقول الرحمة حلوة. انظر إلى تعبير حلوة، كأن هناك مذاق لهذه التي تسمى الرحمة. لماذا القسوة؟ لماذا البعض يرى متعته في أن يؤذي الآخرين؟ ده من نوع من المرض النفسي. الرحمة حلوة. وأستاذنا الرائع الحكيم الفيلسوف إسحاق بيت يقول لي مش ناقصة، ليه نتعب بعض؟ اللي عايز حاجة ياخدها، كله ماشي من غيرها. فعلا الرحمة حلوة. لماذا تقسو على غيرك؟ لماذا المنصب غيرك؟ لعن الله الكرسي. ما هذه؟ كل من يجلس على الكرسي سيذهب إلى الأرض. from dust to dust، من التراب إلى التراب. وعندما يضيق إنسان بآخر يقسو عليه يقول له يا أخي ده الرحمة حلوة. انظر لهذا التعبير. أرجوك لا تقسو على إنسان كي يصل به الأمر أن يقول لك الرحمة حلوة. الله رحمن رحيم، ومن يظلم غيره سينصف الله المظلوم. أمر مؤكد لا شك فيه، ورأيت في الحياة هذا الأمر. وحسبي الله ونعم الوكيل سلاح أكثر من السلاح الذري يقوله الضعيف ويلجأ إلى الله. ادعوني أستجب لكم، لم يقل سوف أستجب لكم أو سأستجب. ادعوني أستجب لكم، الإجابة مباشرة. قد يتصور الإنسان أن الله لا يستجيب له، لكنه يمهل ولا يهمل. والرحمة ده صفة رائعة، رحمن رحيم. ومن رحمة الله بنا أن أتى بنا إلى هذا الكون وكنا في العدم. ومن رحمة الله بنا أنه يستردنا في وقت يعلمه هو ونحن لا نعلمه. وعندما يكون الوالد أو الوالدة في العناية المركزة بين الحياة والموت، لا حصل هذا ولا ذاك، فيأتي ابن يقول يا رب ارحم أبويا، فعندما تنتهي أنفاسه يقول الحمد لله الآن مطمئن عليه عند الرحمن الرحيم. فيا كل صاحب قلب قاس الرحمة حلوة. ومن تتشدد مع الآخرين من أجل تفاهات، الرحمة حلوة. ومن غرتك المال والمناصب والجاه المزعوم، التراب ينتظرك، الحفرة تنتظرك. الرحمة حلوة. انظر إلى هذه الحكمة الشعبية جميلة، مثال شعبي مصري جميل من كلمتين، الرحمة حلوة. وحلوة بمعنى أنها لها مذاق. وعندما تنقذ إنسانا من كرب شديد يرسلك الله له كي تنقذه، وهو الله الذي أنقذه لست أنت. تجد أن معنوياتك مرتفعة لأنه دعا لك وأدرك فعلا أن الرحمة حلوة. عزيزي المشاهد، لا تنسى الرحمة حلوة.